بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس محمد نجم، وأنت بتشوف قناة أكاديمية النيل للتدريب على اليوتيوب. إن شاء الله ده الجزء الثاني من سلسلة تنظيف وتسريع الويندوز. اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت هيلاقيها موجودة في الآي فوق أو في صندوق الوصف تحت. من فضلك شوفها عشان تبقى عارف احنا رايحين فين وجايين منين، ما تتلخبطش يعني. تمام؟ زي ما انتم شايفين يا اخوانا، مبدأنا افهم وبعدين طبق. قبل ما نتوكل على الله ونبدأ في مجموعة الأوامر، أنا بحاول قدر المستطاع أخلي الحلقة فيها أمرين أو ثلاثة عشان ما تبقاش تقيلة عليك وأنت تمل من مشاهدة الفيديو. فركز معايا، بسم الله نتوكل على الله. أنا دلوقتي عندي شورت كات زي ده تالف أو برنامج بايظ، ورحت عامل له رفع ورجعت سطبته من أول وجديد. ملف زي دوت مسحته، رميته على الريسايكل بن، عملت ملف تاني وحفظته برضه في نفس المكان. طيب الجهاز عندي بيعمل ايه؟ بياخد نسخ من الحاجات دي كلها ويحفظها عنده. مع الوقت بتتقل بتكتر وبتقل الجهاز. طب انا امسح الحاجات دي ازاي؟ على طول بتقوم داخل في طريقين، يا اما تاخدها مشي من طريق قائمة ستارت تكتب هنا، يا اما الطريقة الاسهل اللي هي اختصارات بنشتغل عليها، رمز الويندوز مع حرف الار، نجيبه كده. طيب انا دلوقتي الامر اللي انا هشتغل عليه اسمه اب داتا، علامة في المية ABBDATA، علامة في المية، ما سيبش مسافات زي ما انا كاتبه كده بالظبط. ماشي، واقول له اوكي. هتطلع لك صندوق. بصوا بقى، كل ممكن تلاقي المكان ده مليان للاخر. عندك انت لو ما اشتغلتش بالامر ده قبل كده هتلاقيه مليان على الاخر والجهاز هيكون بيعذبك يعني. هقول له كنترول ايه، شيفت ديليت، اقول له ايوه. شوفوا بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. ايوه، هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز امسح لك البرامج ديت، الملفات دي، بس للاسف الملفات دي شغاله. اقول له مفيش مشكله، اعمل لي فيها سكيبت. برضه ده نفس الكلام اهو. هيقول لك تمام، انا مسحت لك كل حاجه، كل البرامج دي شغاله موجوده دلوقتي. تمام، خلاص. هتبص تلاقي الجهاز بتاعك بقى خفيف وبيتحرك معاك بسهوله. ماشي الحال. ده امر. تاني امر برضه هضرب، بس اشرحه لك قبل ما نبدا، اللي هو الغاء التجزئه. ايه الغاء التجزئه ديت؟ بصوا كده، شوفوا الصوره دي كده يا اخوانا اهي. هنفترض دلوقتي ان انا الجهاز بتاعي الصفحه البيضاء اللي قدامكم دي، تمام. جيت في الصفحه واحد وعملت امر نمره واحد اتنين في السطر واحد، السطر اتنين تلاته، لحد ما الصفحه اتملت. وانا شغال قلت والله السطر نمره تلاته ده انا مش عايزه، مسحته. وانا شغال في ملف ورحت عامل له حفظ، بيجي يعمل ايه؟ بيجي يحفظ لك الجزء اللي انت اشتغلت عليه، بيحفظه لك، ما بيحفظوش في الاخر. بيلاقي مكان، بيلاقي السطر نمرة 3 فاضي، يقوم حافظ لك جزء منه هنا. طب بعد كده يجي يلاقي السطر نمرة 5 فاضي، يحفظ لك جزء هنا. وبعد كده يجمعهم ويطلع لك بالملف. عشان كده لما تيجي تفتح بتبص تلاقيه بيقول لك ان هو بريبير ذا فايل، بيجهز لك الملف. تمام. لكن لو الملف بتاعك بالشكل ده هتلاقي الجهاز بتاعك بيشتغل بمنتهى السرعه. طب انا اعمل الملف بتاعي كده ازاي؟ بسيطه. هقوم جاي رمز الويندوز مع الار واكتب الامر ده اهو، اللي هو DIFFRGUI.exe، ما سيبش مسافات، واكتبها سمول زي ما هي مكتوبه، واقول له اوكي. هيطلع لك بقى حاجه كويسه كده اهي. بص بقى، انا دلوقتي بعمل ايه؟ باجي على البارتيشن السي، عايز اعمل له اوبتمايز. البارتيشن الاي، اي بارتيشن عندك براحتك، واخد بالك. تعالوا ناخد البارتيشن ده هيشتغل معانا بسرعه. انا بعمل العمليه ديت باستمرار زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، التهيئه تمت بسرعه. طب تعالى على السي اهو، هقول له اعمل لي اوبتمايز. هياخد بقى شويه. بص خلي عينك مع الماوس. هنا بيقول لك راننج، بينفذ اللي هو الهارد ديسك درايف بتاعك. زيرو انالايز، بيبدا يحلل اهو، 19% هيبدا يعلى معاك، سيبه براحته. ماشي، ونرجع له في الاخر خالص. طيب انا دلوقتي عملت تحديث للويندوز، الامر الثالث اللي هنشتغل عليه، عملت تحديث للويندوز بتاعي. الويندوز لقيته حط ملفات كتير والبارتيشن السي ده اتملى بقى تقيل. اعمل ايه؟ باجي على بارتيشن السي هنا كده، انشطه واقوم عامل رايت كليك وانزل على بروبرتيز. لو النسخه بتاعتك عربي هتلاقيها ايه؟ خصائص. ماشي. طيب ملناش دخل بالتابات اللي فوق دي، هنجيلها تاني ان شاء الله. طيب ايه تفسير الكلام اللي قدامي؟ العلامه اللبني دي السماوي دي معناها ان المساحه المستخدمه. الرمادي دي المساحه الفري عندك. اقول له والله اعمل لي كلين.
هيعمل لك بقى تنظيف هنا على حسب انت بتعمل ايه. شفته عندي في ثواني لان انا بنظف باستمرار. حدد بقى الملفات اللي انت عايز تعملها، وبعد ما تحدد تقوم دايس له كلين اب. عندنا مش هيعمل حاجه لان انا بنظف باستمرار، بس هيطلع لك الصوره اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي اهي. انا قلت له ديسك كلين اب، ماشي، حددت الملفات، بقوم دايس ديسك كلين اب، هتطلع لك الصوره دي. سيبه يعيش مع نفسه على حسب حجم الملفات اللي موجوده عندك، هياخد وقت. اتفقنا؟ خلاص نقفل بقى الليله دي كلها ونرجع. شوفوا بقى هنا، نرجع تاني للامر اللي احنا عملناه. قال لك هنا اللي هي بيز واحد 20% ريلوكيتد بيبدا يشتغل، ينضف لك، يعمل لك اوبتمايز. بس نصيحه، الحكايه دي ما تعملهاش كتير وما تعملهاش باستمرار عشان ما تتعبش الجهاز بتاعك. بتتعمل كل فتره علشان تضمن ان الجهاز بتاعك يبقى كويس. تمام. في برامج بتعمل الكلام ده كله، بس ده طبعا هنتابعه باستمرار ان شاء الله. استناك في الجزء الثالث باذن الله. لو حسيت ان انا قدمت لك اي قيمه او اي معلومه، يسعدني جدا انك تكون اخ وصديق وعضو معانا في القناه من خلال الاشتراك وتفعيل زر الجرس. ولو قابلتك اي مشكله تواصل معي في اي وقت. والله المستعان. ومتشكر جدا على وقتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.